النهاردة هنعمل بقى وصفة ممتازة، الفتة المصرية على أصلها والكوارع بشوربتها الجميلة التحفة. بصوا دايبة جدا، بصوا عاملة ازاي. بصوا عشان تعرفي تطلعي شوية شوربة كوارع محترمين زي ديت، ولا هنروح مصمت ولا أي حاجة. تعالي معايا كملي بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هعمل معاكم الكوارع. معايا هنا رجل كارع اللي هي الرجل الأمامية. أنا بحب الرجل الأمامية. لما تيجوا تجيبوا الكوارع هاتوا الرجل الأمامية، لأن هي بتبقى يعني مليانة لحم أكتر. الخلفية بيبقى فيها عصب أكتر وعظم أكتر، فاحنا بنحب الأمامية علشان خاطر بيبقى فيها لحم أكتر. بصوا أما تجيب الرجل تجيبيها اللي هي الحمرا زي كده اهي. بصوا عامله ازاي، تكون نضيفه جدا جدا ومغسوله كويس جدا، منقوعه في محلول النقع اللي احنا بنعمله على طول، اللي هو ميه وسكر وملح وليمون. تمام. ومعايا هنا بهارات الشوربه، فلفل اسود، حبهان، بصل، جزر، طماطم، ورق لورا. ده هيجي على جنب كده احنا، لان احنا هنسلق الكوارع على خطوتين مش خطوه واحده. هنزل بيها في ميه الاول مغليه معصور عليها ليمونه، وهوريكم هنعمل ايه. هنا حله بتغلي على النار، هعصر ليمون. هعصر الليمون الاول وبعدين هنزل بالكوارع. تمام. في الخطوه دي احنا ما بنضيفش اي بهارات، لان الميه دي هتاخد فيها غلوه وهنرميها، مش محتاجينها خالص. دي بس عشان نبقى ضامنين ان هي مش هيبقى فيها اي نسبه زفاره خالص. غلوه واحده بس كده تطلع الريم بتاعها، وهطلعها ادلق الميه دي واشطفها، ونعمل بقى ايه الشوربه بتاعتنا الحلوه الجميله. اهي خلاص خدت الغلوه، هصفيها واشطفها ونرجع بقى نعمل ميه من اول وجديد. بصوا عشان هي مغسوله كويس ومن مكان نضيف وموثوق فيه، ما طلعتش ريم كتير، ده معنى كده ان هي حاجه كويسه قوي. هنا خلاص الميه بتغلي، احنا هنا غسلنا الكوارع خلاص. بصوا بقت عامله ازاي. هننزل بيها هنا بعد ما نزلت كل الكوارع، هنزل بقى بالبهارات اللي احنا عاملينها اهي. بصوا طماطم، جزر، بصل، ورق لورا، بصل، ايه تاني، حبهان، فلفل اسود. هنزل بيهم هنا. اول ما هتاخد غلوتين كده هنوطي عليها ونسيبها على نار هاديه خالص براحتها جدا. اوعى تحطوا الملح في الخطوه دي، ممنوع خالص ان احنا نحط الملح قبل السوا. يعني اول ما تدخل خلاص على السوا هنضيف الملح. هغطي عليها واسيبها تستوي كده على نار هاديه خالص. عايزه اقول لكم برده على خطوه هنا حلوه قوي، ان احنا نعصر ليمونه. دي بتخلي الشوربه فاتحه وحلوه جدا، وتخلي الكوارع برده بيضه كده وفاتحه، وفي نفس الوقت بقى توقف معانا ان الريم يطلع على الوش، واحنا مش عايزين الريم يطلع اصلا. اهي بصوا بس كده، شكرا جدا. نغطي عليها ونسيبها خلاص. بعد ما الكوارع دخلت على السوا هنزل بقى بالملح. ظبطي الملح بتاعي. انا بقى هعمل الرز. هنعمل رز بشعريه النهارده. هنحط زيت على سمنه، وهنا هعمل كوبايتين رز. هحط على كوبايتين رز كوبايه شعريه، يعني الشعريه بتبقى نص الرز بالظبط. هنزل هنا بكوبايه الشعريه، هفضل اقلب فيها دايما ما تتشالش لونها عشان يبقى لونها كل واحد. هنفضل نقلب لحد ما تدينا اللون الذهبي. هنا بعد ما خدت اللون الذهبي بقى هننزل بكوبايتين الرز المغسولين، نقلب نشوحه شويه بقى. هحط الملح بقى واكمل تشويح، معلقه صغيره ملح. بعد ما شوحناه شويه هننزل بقى بالميه بتاعته. ننزل بقى معيار الميه بتاعتنا، او بصوا معيار الميه عامل ازاي كده مظبوط. اول ما يغلي هنوطي عليه ونسيبه تلت ساعه ويستوي. اهو اتشرب معانا، هوطي عليه واسيبه تلت ساعه. هنا على النار هنحط زيت على السمنه وهنحمر الثوم. هنا على النار هنحط زيت على السمنه وننزل حبه ثوم كده حلوين، نديله تشويح فيها كده وننزل بالخل. هنا خلاص التومه خدت معانا اللون الذهبي. هنزل بقى بالخل اهو، خد غلوه الثوم مع الخل. هنزل بقى بصلصه الطماطم. هنزل هنا
كمون، فلفل اسود، ملح، وشعرة سكر، حاجة بسيطة خالص. بصوا رشة صغننة خالص دي بس عشان تعادل الحموضة بتاعت الطماطم. هقلبها تاخد غلوة كده، ووطي عليها واسيبها تتسبك براحتها خالص. هنا على النار حتة زبدة بقى او سمنة، وهنزل عليها بالعيش، عيش محمص، هنقديه تشويحتين كده. هنزل هنا بقى بحتة تومة كده، فصين توم كده، واشوح. افضل اقلب كده لحد ما التوم يدي ريحة كده للعيش. العيش بعد ما اتحمص خلاص برش عليه شوية ملح كده وكمون. للعيش ادي العيش، هنحط عليه معلقة صلصة او كبشة صلصة صغيرة واحدة بس. ايه، وهننزل بقى بالشوربة، نسيبه بس يطرى يتشرب معانا الشوربة كده وبقى طري. هننزل عليه بالرز. انا عارفة ان في ناس هنا هتقولي انت عاملة رز بشعرية ليه؟ ده هو المفروض الفتة بتتعمل برز ابيض. يا جماعة دي حاجات اختيارية بتعملها، في ناس بتعملها بشعرية وفي ناس بتعملها برز ابيض. تمام، هنزل بالرز هنا خلاص. بعد ما حطيت الرز هنزل عليه بقى بالصلصة كده على الوش، وخلاص خلصت. بصوا بصوا ادي الفتة اهي معانا. بصوا الكوارع مستوية ودايبة جدا. بصوا الشوربة تحفة تحفة تحفة. جربوا ان شاء الله الطريقة دي حلوة جدا. واحلى لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.